بص، انا مقتنع ان الحجاب فرض اكيد، بس انا لسه صغيره والعمر قدامي. ان شاء الله هتحجب، بس هعيش شبابي شويه، مش عايزه اتكتف من دلوقتي. وده كان المانع الرابع للحجاب. بصراحه مفيش مشكله. هيكون في مشكله ليه؟ ما هو صغيره كام يعني؟ 5 سنين، 7 سنين، 9 سنين، هيكون في مشكله ليه يعني؟ ولا انت قصدك صغيره اللي هو 18 20 30 40 سنه ده؟ تعالي اقول لك حاجه. اولا كلمه صغيره دي عند ربنا يعني ما بلغتش، ما وصلتش لسن البلوغ. يعني ممكن تكون عندها 14 سنه، بس طالما بلغت هتتحاسب زيي وزيك وزي ابوها وامها وزي اي حد في العالم. ولو احنا عندنا سن الحجاب بقى 18 20 30 سنه وشايفه نفسك لسه صغيره، فبرضه مفيش مشكله. هيكون في ايه المشكله يعني؟ انا بس هطلب منك بعد اذنك تديني شهاده الضمان ارجوكي، بتاعه عدم الموت. يعني انت اكيد واخده شهاده ضمان ضد الموت، فانت مش هتموتي دلوقتي. هتموتي ان شاء الله 60 70 سنه 80 سنه. فانت لو معاكي شهاده الضمان دي فمفيش مشكله برضه. بس لو مش معاكي وانا متاكد من ده، فصدقيني الموت مش هيستناكي لحد ما تتحجبي، ولا هيستناكي لحد ما تكبري. تعرفي ان اكتر الموت في الشباب؟ الشاعر بيقول: وكم من شاب امسى ضاحكا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري. انا شخصيا ليا اصحاب كتير قدي واكبر واصغر وماتوا، كان عندهم برضو خطط مستقبلية، وكان عندهم بكرة حد يقابله، واليوم اللي بعده، والأسبوع اللي جاي، وكان عندهم حياة كاملة وخطط كاملة. وفي وسط كل ده توفاهم الله، وكانوا زيك وزي دلوقتي مش عارفين ان هم هيموتوا. فانت جايبة منين الثقة دي؟ فتخيلي في مرة وانت ماشية في الشارع من غير حجاب صحيح يرضي ربنا، جالك ملك الموت. هتقولي له معلش استناني بس هروح احتشم زي ما ربنا امرني، وبعد كده مش هيستناكي، مش هيستناكي خالص مهما اتحايلتي عليه. يقول الله تعالى في القرآن: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، خلاص قضي الأمر، مفيش رجوع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. هل تحبي تبعثي وتقابلي ربنا ببنطلون ضيق؟ فكري بجد. وبعدين مهما اتمتعتي بالدنيا واتمتعتي بشبابك، عشنا 50 60 70 80 سنة، وبعدين هنقابل ربنا وهنتحاسب على كل اللي عملناه. طب لازمته ايه؟ من اكتر الايات اللي بحبها وبتأثر فيا في سورة الشعراء يقول تعالى: افرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لو متعناهم سنين وسنين وسنين وهيجيهم الموت، المتعة دي نفعتهم في ايه؟ طالما اللي هيتبقى لي عملي، المتعة هتنفعني بايه؟ بطلي تسويف، بطلي تسويف في الحجاب اللي يرضي ربنا. والله انا خايف عليكي ومش عايزك تندمي بجد. بس كده، لو عندك اي سؤال سيبيه تحت في الكومنتات وارد عليك ان شاء الله. او لو عندك سؤال خاص مش عام، سيبي كومنت عندي سؤال وحد من فريقنا تتواصل معاكي وتوصل ليا سؤالك. او لو عايزه تخشي جروب دعم على تليجرام في بنات شبهك وبتشاركك مشوارك للحجاب، فبرضه سيبي كومنت وحد من فريقنا هتدخلك الجروب. وبس كده، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو بتتفرجوا على اليوتيوب، لايك على فيسبوك، وفولو على الانستجرام. وما تنسوش تشيروا الفيديو عشان فعلا الناس محتاجه تسمع الكلام ده. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله في المانع الخامس للحجاب. سلام.